السلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم واحد الاكله او وصفه مغربيه، وهي الهريسه اللي كنصاوبوا في الدار. المهم انا خديت هنا نص كيلو ديال الفلفله حمراء حاره، ولا بغيتو ديروا الخضراء ديروها على حسب الذوق ديالكم. المهم كنشدوها كنقيوها مزيان، كنحيدوا لها هذاك البذور ديالها او الزريعه. وراه هنا راني كنخدم غير بيديا حيت ما كانوش متوفرين عندي الليغات. وفي الصراحه ضروري خصكم تخدموا بالليغات، انا ننصحكم نصيحه، لانها حاره بزاف وراه بقاو يديا يعني مده شويه طويله كيحرقوني. واخا كتغسلوهم تيبقاو كتبقى الحار لاصقه في يدين. المهم خدموا بالليغات الا كانوا متوفرين عندكم باش ما تقيسوش عينيكم. المهم البنات هنايا كيف ما كتشوفوا راني كنقيها، كنحيد ليها داك البذور كاملين وكنقطعها على جوج، كنقطعها على جوج صافي باش نديروها تفور. المهم البنات راها طلعات زوينه بزاف وبنينه، وقلت علاش لا، كاينه موجوده دابا الوقيته ديالها موجوده في السوق ورخيصه، قلت علاش لا ما نشريهاش ونشاركها معكم. راه كتطلع زوينه بزاف وبنينه وكنعرفوا اش تناكلوا. هي راه كتباع موجوده في الهريسه معروفه في المغرب كنصاوبوها، يعني كاينه في السوق موجوده، ولكن من الاحسن ناخذوا شي حاجه نصاوبوها لراسنا، راه كتطلع زوينه البنات. المهم هنايا راني كنقي فيها، كنحيد ليها البذور كاملين، من بعد كناخذ الماء وكندير فيه شويه ديال الملحه في البرمه ديالي، وكنحط هاد الفلفله هادي باش تفور، وكندير عليها واحد جوج فصوص ديال الثومه، وفي الماء كندير 3 الوريقات ديال سيدنا موسى ولا 4. انا غنوريهم لكم صافي. وكتخليوها كطيب واحد المده ديال نص ساعه، انا خدات معايا نص ساعه. وهنايا كناخذ واحد القرعه ديال الزاج، كنشدها كنطيبها كنعقمها في الماء واحد 10 دقائق، ومن بعد كنخليوها تنشف على خاطرها. صافي مني كطيب لينا الفلفله ديالنا كنطحنوها، كنديروا فيها الزويته بلديه وشويه القزبر مطحون يابس، والحامض المصير والحامض العادي على حسب الذوق ديالكم. صافي وكنطحنوا هادشي في المولينكس او الخلاط الكهربائي. كنزيدوا القزبر يابس، كنزيدوا شويه زيت البلديه والحامض مصير واحد شويه وشويه الحامض عادي. المهم انا ما بغيتش نكتر الملح لان الحامض مصير كما كتعرفوا الحامض. المهم كتخليوها كطيب واحد 10 دقائق غير كتنشف من داك الماء ديالها كيف ما كتشوفوا بحال هكا. صافي وكتعمروها في القريعه ديالكم تكون اللي ديجا عقمناها. هادشي اللي كاين البنات، وكتخليوها مقلوبه بواحد نص ساعه، من بعد كتزيدوا عليها واحد شويه ديال الزيت البلديه باش نسموها، وصافي وكتحتفظوا بها في الثلاجه، راه كتبقى مده طويله وما كتخسر ما كتفسد ما والو، وبصحتكم وراحتكم. وكنتمنى تجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم صحاباتكم العائله، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. سلامه.